واش العائلة المغربية، السلام عليكم ومرحبا بكم مع اخوكم زكريا مغربي في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غيكون متميز، فيديو اللي جميل وجميل جدا جبتو لكم باش انكم تفرجوا فيه. ولكن قبل الخوت ما نبداو هاد القصه كامله وما نبداو هاد الفيديو كامل، انكم تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وايضا تحاولوا انكم تبارطاجوا الفيديو، اللايكات ديالكم باش الفيديو ينتشر على نطاق واسع للمغاربه اجمعين ويشوفوا الفيديوهات اللي كتهم الشأن المغربي. اذا بلا ما نطول عليكم نخليكم انكم تشوفوا الفيديو، لايك تعليق زوين والبارتاج. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اذا تبقى 3 مباريات على نهايه كاس اسيا من خلال مباراتي الدور النصف النهائي. المباراه الاولى ستلعب يوم غد الثلاثاء بين الاردن وكوريا الجنوبيه، بينما يوم الاربعاء سيكون الموعد مع صاحب الارض والجمهور وحامل اللقب المنتخب القطري الذي يواجه المنتخب الايراني في مباراه منتظره وكبيره. ابدا معك كابتن محمد، نتحدث عن مباراه منتظره للمنتخب الاردني امام كوريا الجنوبيه. المنتخب الاردني خاض حصه تدريبيه قبل قليل، ويبدو بأن الأمور جاهزة في معسكر النشامة لكتابة تاريخ جديد، العبور إلى النهائي. لكن مباراة صعبة وليست سهلة على منتخب النشامة أمام الشمشون الكوري. أولا لابد أن نشيد بمجهودات المدير الفني كابتن عموتة، لأنه جاء قبل فترة قليلة جدا وجيزة قبل هذه البطولة، وكانت هنالك عدة انتقادات وكانت هنالك عدة يعني أشياء مآخذ على اختيارات وعلى انتدابات، ولكن المنتخب الأردني الذي يمتاز بالجماعية وبالصلابة وبالشراسة في الأداء استطاع أن يثبت نفسه واستطاع أن يكون يعني الحصان الأسود. العديد كانوا يتكلمون عن كوريا، يتكلمون عن اليابان، يتكلمون عن السعودية، عن الإمارات، بحكم التاريخ والماضي والحاضر من لاعبين أكفاء، من لاعبين متواجدون في أوروبا، لاعبين ينشطون في دوري قوي مثل الدوري السعودي، الدوري الإماراتي. ولكن الأردن حقيقة أثبتت بأنها قادرة على تخطي أدوار كثيرة من ضمنها نصف النهائي. نعم. يعني غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، ليس عشان نحن عرب وبقلوبنا نتمنى للأردن الفوز، ولكن على أرضية الملعب، واقعية الملعب، حتى على الورقة الأردن الآن باتت هي الأجهز، هي التي يعني قدمت نماذج وأنماط هجومية مختلفة سواء كانت جماعية أو فردية. هنالك بعض المحترفين في فرنسا تعمري يعني نعم. كان أداء واضح، أحد نجوم هذه الدورة، أحد يعني من اللاعبين الذين قدموا مستويات رائعة، ويكاد يكون يعني تحفة جمالية في هذه الدورة في هذه البطولة. أيضا لا ننسى صلابة الدفاع الأردني المكون من الثلاثي. الأردن تلعب 3-4-3 أو 3-4-2-1 مع تحولات دفاعية، يعني تجد أن كل الفريق يدافع، كل الفريق يهاجم، ولكن لابد أن نتكلم عن نصير، نتكلم عن عرب في خط الدفاع، نتكلم عن أبو ليلى في حراسة المرمى. هذه كل المؤشرات تعطينا أن هنالك فريق أو منتخب له مستقبل واعد، له مستقبل مشرق. نعم. وليس مستقبلا بعيدا، إنما مستقبل هذه البطولة ما بين 3 إلى 4 أيام سنرى إن شاء الله أخبار سعيدة من الأردن بالوصول للنهائي إن شاء الله. نعم. كابتن بشير، أحييك مرة أخرى. دور المجموعات تواجه المنتخبان، انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما. كانت هناك أفضلية واضحة لمنتخب الأردن، تقدم في النتيجة ثم عدلت كوريا الجنوبية. بالتأكيد هذه المواجهة تختلف عن دور المجموعات. في مباراة إقصائية، في مباراة خروج المغلوب، تختلف كليا بالأهداف، في الأدوات، في تفكير المدربين، في الغيابات الحاضرة، وبالتالي منتخبان يعرفان بعضهما جيدا. لكن ما بما يختلف هذا اللقاء عن مباراة دور المجموعات؟ طبعا يختلف في شيء الكثير. يعني أول شيء أنه هو الحين المنتخب الأردني والمنتخب الكوري يلعبون في دور الأربعة، يعني هذه المباراة توصلهم لين فاينل آسيا. فالمنتخب الأردني قدر يطلع من الظروف اللي هي كانت قبل البطولة بقيادة الكابتن حسين عموتة. فالمنتخب الأردني قدم مستويات جميلة جدا. الشيء المميز كان الروح القتالية في المنتخب الأردني. بس أعتقد أن المنتخب الأردني بيحصل صعوبة في هذه المباراة ضد الكوري، لأن الكوري مشى البطولة هذه كما يشاء، فوصل للهدف اللي هو يباه. فأعتقد أنه بتكون مباراة
سريعة على المنتخب الأردني. أتمنى أنه يكون خاصة كابتن مع الغيابات. نتحدث عن غياب قلب الدفاع سالم العجلين وغياب المهاجم علي علوان، وبالتالي تعويض هذين اللاعبين بلاعبين من دكة البدلاء وحتى اللاعبين الذين سمعوا بإضان هذين اللاعبين يعني عليهم تفهم الآن طريقة اللعب وسيستم اللعب مع ومواجهة المنتخب الكوري الجنوبي، عليهم ضغوط كبيرة ستكون. طبعا اللاعبين هذول في أماكن حساسة في خط الدفاع وخط الهجوم، لأن يعني يمتلكون خبرة، وبالذات الفترة اللي طافت دخلوا في أجواء جو البطولة يعني. فنتمنى أن كل التوفيق للبدلاء في المنتخب الأردني. فأعتقد أن بقيادة الكابتن حسين عموته أعتقد الكل جاهز، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المباراة القادمة بإذن الله. طيب كابتن محمد، التغييرات كانت طفيفة على تشكيلة المنتخب الأردني طيلة أيام البطولة بحكم الغيابات، نور الروابدة وحتى في المباراة الماضية في غياب نزار الرجزان لاعب الوسط والارتكاز. الآن من يعوض هذين اللاعبين عليهم العبء الأكبر في هذه المباراة من أجل هضم الواجبات الهجومية والتكيف مع طريقة اللعب ومواجهة منتخب بحجم المنتخب الكوري الجنوبي. الأدوار النهائية السيمي فاينل والنهائي هي أدوار لا تلعب بل تكسب. صحيح. كما هي نهائيات مباراة نهائية. وعليه العمل على النواحي النفسية والذهنية أكبر من النواحي البدنية والفنية. بالتأكيد وبطبيعة الحال أن هؤلاء اللعيبة البدلاء في حالة بدنية جاهزة، ما تبقى فقط هضم النواحي التكتيكية، ولكن ذهنيا ونفسيا عموته والجهاز والكادر الفني المتواجد في المنتخب الأردني استطاع أنه يجهز هؤلاء اللاعبون بشكل مثالي ذهنيا. نرى أن الأردن تأخرت كثيرا حتى كانت الريمونتادا أمام العراق، وكانت الأمور يعني في غاية السلاسة بالنسبة حتى للبدلاء اللي يدخلوا في 5 دقائق أو 7 دقائق أو أقل أو أكثر. لذلك أنا أرى أن النواحي الذهنية، الشغف، الرغبات والطموحات لدى اللاعبون الأردنيين ستكون في قمتها، وذلك ينعكس إيجابا على النواحي الذهنية والنفسية. فبالتالي نجد أن البديل بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون جاهز وسيغطي. العجالين تغطية مكانه في الدفاع قد تكون بالصعوبة بمكان ثلاثي هو ونصيب ونزار عرب، ولكن في وسط الملعب هنالك خيارات كثيرة، هنالك ربما تستطيع أن تغير طريقة اللعب. نرى أنه عديد المنتخبات الآن لا يعتمدون على صناعة لعب أو لا يعتمدون على مهاجم بعينه في قلب الهجوم. علوان غيابه مؤثر، لا نقول أنه غيابه غير مؤثر، خاصة بالتفاهم مع التعمري والنعمات. نعم. لكن ربما تغيير طريقة اللعب، تغيير طريقة التحولات، تغيير طريقة الأنماط الهجومية اللي تكون من الأطراف اعتمادا على التعمري، اعتمادا على جناح أيمن آخر، ربما سيعطي أريحية للمنتخب الأردني في تغيير طريقة اللعب، خاصة وأنك أنت تواجه منتخب يعاني دفاعيا ويعاني من اللحظات الأولى في المباراة. المنتخب الكوري، المنتخب الكوري في هذه البطولة شهدنا أنه يعني يستقبل أهداف مبكرة، قد تكون في بداية الشوط الأول، قد تكون في منتصف الشوط الأول. هذا لا يعني ضعف المنتخب الكوري، لكن يعوضها في آخر الدقائق كما حدث مع السعودية وإسرائيل. نعم. ولكن يمكن في بعض المنتخبات سمحت له، يعني يمكن لو رجعنا تراجع غير مبرر لمباراة السعودية نجد أن النواحي التكتيكية التي قادها منشيني بطريقة لعب لا تتناسب مع إمكانيات اللاعب السعودي. هل كابتن سمحت له أم قوة المنتخب الكوري في آخر الدقائق الذي يضغط على المنافس ويضعه في أرضه في ملعبه وبالتالي يجبر على هذا التراجع؟ هي مسألة مزدوجة، ولكن إذا رجعنا إلى أداء المنتخب الكوري أمام المنتخب السعودي نجد أنه هنالك يعني شيئين متوازنين. المنتخب الكوري ليس لديه ما يخسره فقدم الكثير، ولكن تراجع المنتخب السعودي بطريقة لعب لا تليق أو لا تتناسب، خلينا نقول لا تتناسب مع إمكانيات المنتخب السعودي. الانكماش، التراجع الغير مبرر، اللعب بطريقة دفاعية لم نعهدها في المنتخب السعودي، الدفاع ب6 لاعبين وعدم تغطية الأطراف إلى الآخر أدت إلى هذه النتيجة. فأنا أعتقد لا يمكن أن يجد المنتخب الكوري ما وجده في المباراة السابقة أمام الأردن. نعم كابتن بشير، المنتخب الأردني عندما يواجه خصم أعلى منه الآن يلعب على التحولات الهجومية، يغلق المناطق الدفاعية كما حصل في مباراة دور المجموعات، أغلق المناطق الدفاعية وفي التحولات وأحرز الهدفين الآن. كيف سيكون السيناريو في هذه المباراة؟ هل سيبادر أم يعطي الأمر لكوريا الجنوبية، خاصة بأن العامل البدني كما ذكر الحسان عموته عامل مهم جدا في هذه المباراة؟ شوف، العامل البدني المنتخب الأردني جاهز 100%.
اما اذا تتكلم عن طريقه اللعب المنتخب الاردني، هذه هي خطه المعروف فيها الكابتن حسين عموته، فتناسب المنتخب الاردني، فماشي عليها اللاعب الاردنيين ماشيين على الخطه 100%. فاعتقد انه بالصعب انك انت اليوم تفوز في هذه الطريقه نعم وتتغير في الدور الاربعه. ما اعتقد ان الكابتن حسين عموته يغير اسلوبه، اسلوب كابتن اسلوب نجاح. وكما شفتوا كان هذا هو الفيديو. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الى نال الاعجاب ديالك لا انت لايك تعليق زوين والبارطاج، وربي يحفظكم. تحياتي لكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم.